مرحبا وتحية للجميع. في هذا الفيديو سنعمل على تصحيح نموذج فرض في الفلسفة بالنسبة للأولى بكالوريا. إذن موضوع هذا الامتحان يتكون من نص مصحوب بثلاث أسئلة. إذن نقرأ النص: يرتبط التذكر لدى الكلب أشد الارتباط بالإدراك الحسي، فذاكرته لن تستيقظ إلا إذا حصل إدراك حسي مماثل يعيد إنتاج نفس المشهد، إذ حينئذ سيقع التذكر بواسطة التعرف الذي هو حركة وليس تفكيرا. أما الإنسان فعلى العكس من ذلك، لديه القدرة على استحضار الذكرى بإرادته كلما رغب في ذلك، باستقلال عن الإدراك الحسي الراهن. باستقلال عن الإدراك الحسي الراهن، فهو لا يقتصر على استحضار حياته الماضية، بل يتمثلها ويحلمها. إذن النص يتحدث لنا عن التذكر، يعني التذكر لدى الكلب والتذكر لدى الإنسان. إذن مفهوم أساسي وهو مفهوم التذكر. هذا التذكر يرتبط بالإنسان، وهو ارتباط بالإدراك الحسي. هذا التذكر الذي يرتبط عند الكلب بالإدراك الحسي يرتبط بالإدراك الحسي مماثل، أي أنه يعيد إنتاج نفس المشهد، إذن نفس الصورة. إذن هذا التذكر يتم بواسطة التعرف الذي هو حركة وليس تفكيرا. إذن التذكر عند الكلب هو نوع من الإدراك الحسي. هذا الإدراك الحسي هو إدراك حسي مماثل، أنه يعيد إنتاج نفس الصورة نفس المشهد باعتباره حركة وليس تفكيرا. هذا هو التذكر عند الكلب. أما الإنسان فعلى العكس من ذلك. إذن الإنسان عكس الحيوان، لديه القدرة على استحضار الذكرى بإرادته، أي أن له القدرة في استحضار هذه الذكرى بإرادته، أي أنه له تفكير خاص به بوعيه بإرادته كلما رغب في ذلك، وباستقلال عن الإدراك الحسي الراهن. إذا كان الحيوان أو الكلب عنده إدراك حسي راهن يرتبط بالمشهد بالصورة في الوقت الراهن، فإن الإنسان على العكس من ذلك، فهو لا يقتصر على استحضار حياته الماضية بل يتمثلها ويحلمها. إذن لديه القدرة على تصور الحياة الماضية، وكذلك يتمثلها ويحلمها كما يريد. إذن هذا هو موضوع النص بصفة عامة. إذن نجيب عن الأسئلة. إذن السؤال الأول: استخرج إشكال النص وأطروحته. إذن نبتدئ بإشكال النص. إذن نقول بأن إشكال النص عموما أن النص يتحدث عن ما الفرق بين التذكر وعند الإنسان وعند الحيوان أو الكلب. سؤال ثاني كذلك: ما هو أو ما الفرق ما بين الإدراك الحسي عند الكلب وعند الإنسان. إذن هذا هو الإشكال الذي يتحدث عنه النص. إذن الأطروحات النص أو إجابة عن الإشكال السابق، يمكن نقول بأن النص يتحدث عن الفرق بين التذكر عند الإنسان وعند الحيوان أو عند الكلب. فالتذكر عند الكلب هو عبارة عن إدراك حسي مماثل يعيد إنتاج نفس المشهد، بينما الإدراك الحسي عند الإنسان هو يرتبط باستحضار الذكرى كلما رغب ذلك، بأن الإنسان له الوعي في اختيار إدراكه للأشياء التي يريدها، على عكس الحيوان الذي يعيد إنتاج نفس المشهد أو نفس الصورة. نكتفي بهذا القدر. ننتقل إلى السؤال الثاني. إذن استخرج الأسلوب الحجاجي الرئيسي في النص مع بيان وظيفته. إذن يمكن أن نقول بأن الأسلوب الحجاجي الرئيسي في النص وهو أسلوب المقارنة، حيث تم لنا المقارنة ما بين الكلب والإنسان من حيث التذكر، وأن التذكر عند الإنسان يختلف عن التذكر عند الحيوان.
لأن الحيوان له إدراك حسي مماثل، يعني أنه يعيد نفس المشهد، بينما الإنسان لديه القدرة على استحضار الذكرى بكل إرادته. إذن وظيفته هي بيان الفرق ما بين التذكر عند الإنسان وعند الحيوان. إذن ننتقل إلى السؤال الثالث والأخير. من خلال النص ومما درسته، يعني بين هل يمكن أن يحصل الوعي بما عزل عن الإدراك الحسي. إذن من خلال هذا النص ومن خلال ما سبق من الدرس، خصوصا المحور الأول الإدراك الحسي والإدراك الحسي والشعور. إذن هل يمكن أن يحصل الوعي بدون إدراك حسي؟ بمعنى هل يمكن أن يكون لنا وعي بدون إدراك حسي؟ إذن هنا يمكن أن نجيب عن طريق كتابة مقالية. يمكن لنا أن نعرف الوعي وأن نعرف الإدراك الحسي، ونطرح السؤال: ما علاقة الوعي بالإدراك الحسي؟ وكيف يتم الإدراك الحسي في تشكيل الوعي؟ وهل يمكن أن يحصل الوعي بدون هذا الإدراك الحسي؟ وكذلك يمكننا أن نستحضر مجموعة ونحلل هذا السؤال ونبدع فيه، ثم نستشهد بمواقف عدة، منها موقف شونجو، موقف برتراند راسل، موقف ديكارت، دافيد هيوم، ابن رشد، إلى غير ذلك. إذن هناك مواقف متعددة هي التي سوف تغني النقاش، ونخلص في الأخير إلى خلاصة، يعني أو موقف شخصي يعبر عن خلاصة لما سبق، وبيان الموقف الذي يتبناه المتعلم من خلال هذا السؤال ومن مدى فهمه للدرس عموما. إذن هذا بشكل موجز الإجابة على هذا الفرض. إذن شكرا لكم ومع السلامة.